هي دايما بتتقال لنا اللي هو معلش ده ابتلاء، وان اكثر الناس بلاء هم الانبياء ثم الذي يليهم ثم الذي يليهم. فانت تحس بحاجه غلط. يعني ايه اكثر الناس ابتلاء الانبياء؟ هو مش المفروض ان الناس دي ربنا بيحبها؟ وبعدين ثم الذي يليهم ثم الذي يليهم، يعني انا كل ما هقرب من ربنا هيبتليني؟ ايه ده؟ ليه كده؟ فتحس ان في حاجه غلط. هو الحاجه الغلط في معنى الابتلاء. كلنا فاهمين ان حد عنده ابتلاء او ربنا ابتلاه، يعني ربنا ابتلاه بمرض، ابتلاه بحد حادثه، حد قريب منه مات، جاله ابتلاء في حياته. والحقيقه قوي ان احنا فاهمين غلط. كلمه بلاء مش معناها ان انت جالك حاجه وحشه. كلمه بلاء اصلا او ابتلاء معناها امتحان. انت فاهم المعنى؟ امتحان، مش الحاجه الوحشه. لان انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. بص، ابتلاه ربه، كلكم حافظين الايه، فايه؟ فاكرمه ونعمه. يعني ابتلاه فاكرمه ونعمه. يعني ده ابتلاء. ابتلاء. واما اذا ما ابتلاه، تاني برضه، فقدر عليه رزقه، فخلى رزقه قليل، فيقول ايه؟ ربي اهانا. وفي الاوليه فيقول ربي اكرمن. فربنا بيقول ايه؟ كلا، مش لا، كلا. كلا يعني لا. ولا عطائي ده دليل ان انا راضي عنك، ولا منعي دوت او ان انا قللت رزقي عنك دليل ان انا غضبان عليك. انت في ابتلاء، يعني انت في امتحان. اللي ربنا موسع عليك وادالك وفجأة بقى معاك فلوس كتير، يا باشا انت مبتلى. انا مبتلى، مبتلى. يعني ايه مبتلى؟ يعني ممتحن، يعني مختبر. هتعمل ايه بالفلوس دي؟ هتعمل بيها ايه؟ هتوجهها صح، ولا هتروح بقى تبوظ الدنيا بيها؟ ولا بقى انا معايا فانا ربنا راضي عني فانا هعمل وهعمل وهعمل. فانت مختبر في ان انت معاك، وهتصرفها في ايه؟ وانت يلي ربنا ضيق عليك، وربنا قادر ان هو يوسع عليك، لان ربنا عنده خزائن السماوات والارض. وان من شيء الا عندنا خزائنه. يعني ربنا مش مضيقها عليك، بس هو بيختبرك. هتصبر ولا مش هتصبر؟ هتدور على لقمة الحلال ولا لا؟ هتسرق ولا هتختبر ولا لا؟ فاحنا كلنا يا جماعة في ابتلاء، كلنا في ابتلاء. اللي منعم واللي ربنا مديله الصحة واللي مديله الغنى ده اصلا في ابتلاء. انت في اختبار، عملت ايه بده؟ واللي في ابتلاء سواء مثلا صحته قليلة او فلوسه قليلة، صبرت ولا ما صبرتش؟ قلت الحمد لله ولا ما قلتش الحمد لله؟ كل واحد فينا يا رب ينجح في الاختبار اللي ربنا حطه فيه، لان الدنيا دي لو نجحت بس في الاختبار فانت كده فزت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. الذي خلق لكم الموت والحياة. ليه يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عشان يشوف مين فيكم أحسن عمل، عشان يشوف مين فيكم مين اللي هينجح في الاختبار، عشان يشوف مين فيكم اللي هيشكر ومين اللي هيكفر. يكفر مش ان هو يسيب الدين، يكفر بالنعمة، وان هو ما يشكرش وما يشوفش النعمة. وفي سورة الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. يعني احنا ادينا له السبيل بقى، إما شاكرا وإما كفورا. هي قصة كده، هتشكر ولا هتكفر؟ فربنا يجعلنا ننجح في الابتلاءات اللي هي الدنيا أصلا ابتلاء. في كل حاجة في حياتنا نبقى عارفين ان احنا مختبرين، وربنا يعيننا ان احنا ننجح سواء في امتحان المنع او امتحان العطاء. وامتحان العطاء على فكرة اصعب من امتحان المنع، لان كلنا لما بيحصل لنا اي حاجة فيها منع او مرض او ابتلاء بنروح نقول يا رب ونروح لربنا. اما امتحان العطاء هو اصعب، لانك بيبقى معاك فتحس انك مش محتاج لربنا. فهنا الاختبار القوي. فلو معاك اعمل كل حاجة ترضي ربنا باللي معاك ده. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شكرا، سلام عليكم.